المهمة دي صعبة جدا لأن طائر النار بيولع في كل حاجة قدامه محدش قدر عليه قبل كده، فبيقول له أليسون مفيش حل تاني قدامي غير ده. وفي الوقت ده بيقرر ألفا إنه يساعده بأي شكل، فبياخدوا معاهم فاكهة اللي لما بياكلها طائر النار بينام، وبعدها بيوصلوا للمكان اللي عايش فيه طائر النار، فبيرموا له الفاكهة في كل مكان علشان لما يظهر ياكلها وينام ويعرفوا يمسكوه. وفجأة بيظهر طائر النار وبياكل الفاكهة وبينام، بس بيحس بأليسون فبيجري وراه علشان يخلص عليه، وبيكون ألفا مش عارف يعمل ايه فبيستخبى في الرمل. وساعتها طائر النار بيولع في المكان كله لغاية لما بيوقف أليسون، فبيطلب منه باقي الفاكهة اللي معاه وبياكلها وبينام، وبيكون هو ده الوقت المناسب علشان أليسون يربط طائر النار بالسلاسل. فبيبص له طائر النار وبينزل دمعة من عينه، فبيصعب عليه أليسون وبيقرر انه يطلق سراحه زي ما عمل مع الحصان قبل كده. وفي الوقت ده بيطير في السماء وبينزل لأليسون ريشة علشان حرره، فبيقول له ألفا ان الملك هيموتك علشان ما جبتلوش طائر النار، لكن أليسون بيقول له انه هيدي الريشه للملك وهعرفه ان الطائر كنت ماسكه. ولما بيوصلوا بيقرر الملك انه يقتله